افتتحوا هذا الفيديو بالحديث النبوي الشريف: من تشابه بقوم فهو منهم. والمقصود به هم قادة حماس الإرهابيون الذين يتشبهون بالإيرانيين فيحيون ما يسمى بيوم القدس العالمي، أي يوم القدس الإيراني الذي أعلنه آية الله الخميني بعد ثورة الشيعية عام 79، ليدنسوا اسم بيت المقدس بإرهاب إيراني. الشريعة الإسلامية والسنة النبوية بريئتان منه، فبأي بدعة مذمومة تأتون وبأي حق تتبعون إرهاب إيران اتباعا أعمى لصبغ المنطقة بصبغة النظام الإيراني محدود؟ قادة حماس، أنتم تتشبهون بملال إيران وأمثاله من حزب الله وغيرهم. أنتم متشيعون رسميا وفق الحديث النبوي الشريف وعلى أسس النظام الإيراني. ألم تقرأوا نصوص أهل الذكر من العلماء والفقهاء آباء الشريعة المحمدية الذين حذروكم بشكل واضح وصريح من خطورة الشيعة في نسخة النظام الإيراني هذه عليكم وعلى شعبكم؟ إذ قال مجدد الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب عن خطورة أهل البدعة على الدين الإسلامي، فقال: فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده من كلام الرافضة، فأولئك أشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى. ألا ترون خطورة الإيرانيين عليكم من خلال هذا القول؟ فتنهلون بشتم ولعنة على من ينصحكم ويهديكم بينما هو من غير دينكم، وأقصد أنا، وتتبعون الإيرانيين الذين هم أخطر من أي إنسان آخر أو من أي جهة أخرى عليكم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة مفسرا الخطر الشيعي كما سماه على السنة، وأنا أجده مناسبا للخطر الإيراني على المنطقة هذه الأيام: خطر فيلق القدس الإيراني الإرهابي، خطر النظام الإيراني. فقال: وعلم أن أصلهم ومادتهم منافقون اختلقوا أكاذيب وابتدعوا آراء فاسدة ليفسدوا بها دين الإسلام. أما زلتم توالون هؤلاء الفاسدين وأنتم تدعون الإسلام واحترام الإسلام وتوقير علماء الإسلام. أي احترام هذا وأنتم تضربون بأقوالهم عرض الحائط متفاخرين؟ لا تنافقوا، فالله عليم بما تخفي القلوب. ليس فقط الفقهاء القدامى كانوا واعيين لهذا الخطر، فكذلك هو شيخ يوسف القرضاوي الزعيم الروحي للإخوان المسلمين عامة ولحماس خاصة، فقال: خطر الشيعة، وهو يقصد نظام الملالي الإيراني بشكل مباشر غير مساعي للتقارب بين المذاهب، فهو تحدث مباشرة عن هذه المحاولة الإيرانية للغزو الفكري في العالم السني، فقال: خطر الشيعة في محاولاتهم غزو المجتمع السني وهم مهيئون لذلك بما لديهم من ثروات بمليارات. من يتوالى منكم النظام الإيراني وموقفه العدوانية فإنه منه، وهو يلقي بنفسه إلى تهلكة. لا تنقادوا وراء قيادات إرهابية فاسدة هدفها جركم نحو دمار، فإن حاولتم التخريب تحت عمامة إيرانية ستلقون فشلا في الدنيا وعذابا في الآخرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار